الشيخ عايض القرني الداعية الإسلامي. شيخ عايض أهلا وسهلا بك. إذا هناك موقف من مركز ديني هو الأعلى في العالم الإسلامي من خادم الحرمين الشريفين، موقف من دولة لها ثقلها الاقتصادي والسياسي. الآن الدور عليكم أنتم كعلماء الأمة لإدانة ما يجري في سوريا. أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى أتباعه ليوم الدين، أشكر خادم الحرمين الشريفين على هذا الموقف الذي مثل جميع المسلمين، لأنه يحكم بلاد الوحي ومهبط الوحي ومهد الرسالة، وهو يمثل كل المسلمين بهذا الموقف الشجاع التاريخي. وكنا نتوقع من أبي متعب هذا الخطاب، لأنه دائما يقف مع المساكين والمضطهدين والمنكوبين والمظلومين، واستدعاء السفير خطوة إيجابية، لأن الآن بقي موقف العلماء. الآن خادم الحرمين قدم موقف كحاكم ولي أمر، لكن علماء المسلمين جميعا في كل قطر والدعاة يجب أن يجتمعوا ويجب أن يصدروا بيانا شافيا للأمة، لأن الكلمة جهاد والقرار السياسي جهاد، وردع الظالم واجب شرعي. يقول سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا محمد، اللي يجري في سوريا لم يجري في أي بلد عالمي، اهتز له الضمير العالمي، المسلم وغير المسلم، العربي وغير العربي. ما أدري ما أصاب هذا النظام من هذا الجور والجبروت والطغيان في رمضان، ينهد على شعبه، على العزل، على المساكين، على الشيوخ، على الأطفال، يهدم المساجد، يقصف المساجد في رمضان والناس يصلون ويبكون ويدعون الله سبحانه وتعالى. هذا منتهي للشرعية ومنتهي يعني عن الإنسانية وعن الرحمة. ولهذا الحمد لله أنه أتى هذا الموقف، وبدأت الدول تتتابع والحمد لله بعد موقف السعودية وذات الثقل من حيث المقدسات والديانة والمكانة. أرجو أيضا من العلماء أن يواكبوا موقف خادم الحرمين الشريفين والدعاء، وأن يقفوا يقول الظالم قف، بالبيان، بالدروس، بالحوار، بالتغطية الإعلامية. لا يقول أحد ماذا ينفع الكلام. يا أخي الرسالة كلام، القرآن كلام، والحديث كلام، لكنه أنشأ أمة. هذا الظالم لابد أن يوقف عند حده، لأن تتكرر كما يقول أردوغان، يقول قديما أبوه حافظ الأسد يقتل حماه ويبيده، والآن يريد يكرر المشهد مرة ثانية ويتفرج العالم. يعني هل الصهاينة فعلوا مثل هذا في رمضان وفعلوا بشعوبهم؟ ثم ما هو المؤدى؟ كل الشعب السوري الآن متهم، وكل الشعب السوري مندس، وكل العالم متآمل على هذا النظام. النظام الآن يفعل فعل هولاكو الذي دمر بغداد والذي بقر بطون الحوامل، والذي داس على جماجم الشيوخ والعلماء. هذا النظام يريد يحكم جثث في الشام، يدخل بدبابات. أين البطولات هذه ما رأيناها في الجولان؟ ما يستحي الجولان. أنا المحتل من 50 سنة من الصهاينة، دبابات إسرائيل على رأسي في الجولان وصواريخ إسرائيل. والله لو كان حتى إنسان ما هو مسلم ولا عربي نغار وتأتي الأخوة، ثم يأتي بهذه البطولات، يدخل حماه من 4 جهات، ويدخل دير الزور من 4 جهات ويقصف. ثم أقول لأبناء الجيش السوري: يا أخ محمد، أين كرامتكم؟ أين عروبتكم؟ أين إنسانيتكم؟ أين ديانتكم؟ تقتلون أمهاتكم وأباءكم، تقتلون أطفالكم، تقتلون شعبكم. لا احترام للجيش السوري ما لم يقف هذه المجزرة ويقف مع الحق ومع المظلوم ومع الشعب السوري. نعم. ولكن شيخ عايض، أنتم فقط كعلماء أمة لا تملكون إلا الدعاء والخطب من خلال الجوامع، لا تستطيعون عمل أي شيء آخر من أجل دعم الشعب السوري فيما يواجهه من فتنة داخلية؟ يا أخي الكلمة هي من أقوى ما يكون. أصلا الدعاء، حتى يقول الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري وما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول: إن دعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الدعاء هذا يا أخي أقوى من الجيوش. ولذلك أدعو الإخوة أن يدعوا للسوريين، وأنتظر من سماحة المفتي عندنا أن يصدر، وهيئة كبار العلماء إذا رأوا ذلك، طلبا للقنوت إذا رأوا ذلك، لأنهم هم رد الفتية. والعالم الإسلامي أدعوهم إلى أن يدعوا دعاء. أيضا يا أخي الخطب لها تأثير في بيان الناس. نحن في الإسلام عندنا حتى شعوب الأرض الجهاد كلمة، والجهاد حرف، والجهاد قصيدة وصحيفة وقناة
وجهاد هناك جهاد أيضا السلاح لأهله، لكن نحن نملك الكلمة المرشدة أن نقول لهذا مثلا الجبار قف، ونقول رحم الله الشهداء في سوريا، ونقول الشعب السوري اصبر، الفجر قريب، إن مع العسر يسرا، قرب الفرج بإذن الواحد الأحد، لا تيأس إن الله معك بإذن الواحد الأحد، والله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنا متفائل، الآن بدأ الشعب السوري يكتب تاريخه، قريبا سوف تتحرر سوريا من هذا الاستعمار وهذا الاحتلال الذي احتله أسرة آل الأسد. بإذن الواحد الأحد تتحرر سوريا تحررا ثانيا بعد الاحتلال الفرنسي، لأن سوريا الشعب السوري يعرف له دربة والحمد لله، وهو أستاذ في إزالة الظلمة وإزالة المحتلين. المحتل الأول هو الفرنسي، والمحتل الثاني أسرة الأسد. الشيخ عايض القرني الداعي الإسلامي، فعلا شيخ عايض أعتذر للمقاطعة نظرا لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.